مش كل اللي بيضحك في وشك يبقى طيب. ساعات الضحكة دي بتبقى مجرد قناع لوش شيطان، والجار اللي بتأمن له على بيتك ممكن يكون هو اللي بيحفر قبرك بإيده. استعدوا، عشان حكاية النهاردة هتخليكم تبصوا لكل اللي حواليكم بنظرة تانية خالص. بس قبل ما أحكي لكم حكاية الشخص ده، عايزكم تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وبعد ما تسمعوا القصة دي اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. سنة 2024 وتحديداً في شهر مارس، وبالمناسبة الوقت ده كان شهر رمضان، وفي محافظة الغربية وفي واحدة من القرى هناك الأهالي والمزارعين يلاقوا ساق بشرية في شبه حالة تعفن، ولقوها في واحدة من الترع اللي هناك. الأهالي والمزارعين يبلغوا الشرطة علشان فوراً يتحركوا على مكان البلاغ، واللي فعلاً تحفظوا على الساق البشرية المتعفنة وحاولوا يدوروا على باقي أجزاء الجثة. والحقيقة إن الموضوع ده كان صعب كتير يتكرر. صحيح ممكن حد يلاقي جثة أو جثة مشوهة، إنما إن الأهالي تلاقي ساق بشرية بس، دي كانت حاجة جديدة عليهم جدا. ويكمل رجال المباحث ورجال المعمل الجنائي البحث عن باقي أجزاء الجثة، وفعلا في منطقة بعيدة شوية يلاقوا شوال وجواه كيس أسود، والشوال ده كان وزنه تقيل جدا، ولما يفتحوه يتصدموا من المنظر، لأنهم لقوا جوه الكيس ده دراعين وقفص صدري. وطبيعي إن رجال الأمن تتوقف إن الأجزاء دي تخص الساق البشرية اللي لقوها قبل كده. والصعب في الموضوع إن مفيش أي حاجة مع أجزاء الجثة تدل على هويتها، حتى مفيش ملابس أو أجزاء من الملابس، بس الواضح من أظافر الجثة إنها تخص واحدة ست. وبعد ما يخلص رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي شغلهم وفحص المكان اللي لقوا فيه الساق وأجزاء الجثة كويس، يتم إرسالهم للطب الشرعي، وفريق تاني من رجال الأمن بيسألوا الأهالي والمزارعين عن أي معلومات ممكن تفيدهم عن الجثة دي، لحد ما يظهر مزارع بسيط يقول لرجال الأمن إنه هو بالليل نازل يجيب السحور، لمح راجل شايل شوال على كتفه وماشي بالقرب من الترعة. بس المزارع ده توقع إن الراجل شايل كيس وحاطط جواه زبالة، فما لفتش انتباهه أي حاجة تحديداً، إن الراجل كان ماشي بطريقة عادية ومش باين عليه أي توتر. بس المزارع أكد لرجال الأمن إنه أول مرة يشوف الراجل ده، وإنه ما لمحش شكله قبل كده. وفي الوقت ده رجال الأمن بتفحص كل بلاغات التغيب علشان يشوفوا أي معلومة ممكن تفيدهم بخصوص الجثة دي، وفي نفس الوقت بيدوروا عن مواصفات شخص تشبه المواصفات اللي المزارع قال عليها، لكن للأسف مفيش أي معلومة تساعد رجال الأمن. وتقرير الطب الشرعي يطلع ويؤكد إن الأجزاء كلها تخص جثة واحدة، وإنها السيدة في العشرينات، وإن الوفاة تمت من 3 أو 4 أيام بالكتير. وطبعا منتظرين باقي أجزاء الجثة علشان يطلعوا تقرير كامل. وتاني يوم يوصل بلاغ لرجال المباحث إن الأهالي في مركز زفتة لقوا شوال ولقوا جواه راس ورجل، ومركز زفتة بعيد شوية عن المكان اللي لقوا فيه أجزاء الجثة الأولى، فيتوقع رجال الأمن إن باقي الأجزاء اللي لقوها دي تخص الأجزاء الأولى اللي لقوها أول مرة. وبعد الفحص والمعاينة من رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي للبلاغ الجديد، يكتشفوا إن في تشابه كبير في طريقة استخدام الشوال ككيس وطريقة تقطيع أجزاء الجثة، ويتم إرسال الأجزاء الجديدة للطب الشرعي واللي أكد فعلاً إنها تخص نفس الجثة. ويتم فحص بلاغات التغيب في مركز زفت علشان يتفاجئ رجال الأمن إن في بلاغ تتشابه مواصفاته مع مواصفات السيدة اللي لقوها، وفي نفس الوقت مع تاريخ الاختفاء، واللي عامل البلاغ يبقى طليقها. وده بعد ما راح البيت علشان يطمن على أولاده، فاكتشف إن طليقتها مش موجودة، مختفية بقالها كام يوم. ويوصل رجال الأمن للعنوان الست دي، واللي يطلع اسمها فاطمة واسم الشهرة بتاعتها بطة. وطبعا الشك في البداية يكون في طليقها، لكن بعد التحريات عنه كويس يكتشفوا رجال الشرطة إنه فعلا ملوش علاقة بأي حاجة. صحيح هما متطلقين، لكن العلاقة بينهم كانت كويسة جدا. ده غير إن طليقها فعلا اتصدم لما عرف إنها ماتت واتقطعت وتوزعت أجزاء جثتها بالطريقة دي. فيبدأ رجال الأمن بالبحث والتحريات عن فاطمة أو بطة، ويكتشفوا للأسف إن ليها علاقات غير شرعية ومع أكتر من شخص، وللأسف العلاقات دي بتتم بمقابل. والغريبة إن مفيش ولا حد من الجيران متوقع إن متولي يعمل كده. ومن هنا تبدأ حكاية متولي، هو مين وتاريخه إيه وإيه اللي خلاه يعمل كده.
متولي وقت القبض عليه كان عنده 47 سنة، عايش ومقيم في مركز زفتة في محافظة الغربية مع والده ووالدته اللي ليهم تأثير كبير جدا في حياته، تحديدا والدته. وأقرب حد ليه وعيلته هو عم موسى، والحقيقة إن عمه ده ما كانش قريب ليهم علشان بيحبهم وبس، الموضوع كان أكبر من كده بكتير. والد متولي كان عنده محل مشويات، ونزل ابنه معاه من وهو صغير في السن علشان يشتغل معاه في المحل، وده على أمل إن ابنه يمسك التجارة دي لما يكبر. أما والدته فكانت بتشتغل في الأراضي الزراعية، وده بحجة إنها تساعد في مصاريف البيت، مع إنه البيت ما كانش محتاج أي مساعدة منها، لكن هي كان عندها إصرار إنها تنزل وتشتغل كل يوم. ونركز في الحتة دي كويس، عيلة بسيطة وهادية، وده اللي باين قدام كل الناس، إنما بمجرد ما باب البيت بيتقفل عليهم الحقيقة بتبان. والده ووالدته كانوا بيتخانقوا كل يوم بطريقة صعبة جدا، واللي كان بيصلح بينهم دايما هو عم موسى، الراجل الطيب اللي كان نفسه يشوف البيت دايما هادي. ولما تمر السنين ويبقى متولي عنده 6 سنين والده يتوفى، وفي نفس التوقيت والدته تتغير تماما معاه، وكأنه فعلا مش ابنها. وفي السن ده اللي هو 6 سنين متولي ارتكب أول جريمة في حياته. كان شايل بنت الجيران الطفلة الرضيعة بيلعب معاها، وهو بيلعب حط لعبة في بقها وخنقها لحد ما ماتت. وساعتها الجيران اتصدموا من اللي عرفوه، بس طبعا محدش متوقع إن متولي اللي عمل كده. وقتها طرد عمه من الشقة وقرر إنه هيعيش مع أمه في شقة زفتة، الشقة اللي بعد كده هتكون مسرح الجريمة لكل الحاجات اللي ارتكبها متولي. ساب التعليم من وهو في تانية إعدادي، وساعتها قرر إنه هيشتغل جزار، وفعلا قعد شغال في المهنة دي لحد ما وصل لسن 21 سنة. وبعدها اعترف على واحدة اسمها شيماء وساكنة في منطقة الخصوص في القليوبية، واتجوزها واستقر معاها في شقة ونقل حياته للخصوص، وساعتها خلف منها طفلين. والجوازة دي كانت تعتبر جوازة صالونات. وقتها قرر متولي إنه ينسى حياته اللي فاتت وينسى كل اللي حصل، وإنه يبدأ حياته من أول وجديد. وتمر 8 سنين على الجوازة دي، وعلاقة والدته بمتولي كانت فعلا وحشة جدا، وواضح إن شيماء ما كانتش بتحبها، والحقيقة كان عندها حق. المهم تحصل خلافات كبيرة بين متولي وبين شيماء بسبب مرض والدته، وبسبب الخلافات دي شيماء تطلب الطلاق. وفعلا بعد مدة قليلة متولي يطلق شيماء وينقل حياته بالكامل لزفتة ويعيش مع والدته. وبعد فترة قليلة في شهر مارس سنة 2020 يتعرف على واحدة اسمها عبير، ودي تبقى مطلقة، ويفضل يعمل معاها علاقة مستمرة بمقابل مادي، لحد ما في يوم خدها وهم بيتمشوا عادي على الكورنيش يقول لها إنه لازم يفرجها على شقة زفتة. وفعلا عبير توافق وتعمل كده، وفعلا يطلعوا على شقة زفتة. وبعد ما خلص العلاقة خنقها، وفضل سايبها جثة موجودة في البيت وهو قاعد عادي ولا فارق معاه. واستنى لحد أذان الفجر والدنيا تبقى هديت خالص، وخد جثة عبير وحطها في العربية النص نقل بتاعته ورمى جثتها في أرض زراعية. والحقيقة إن عبير وسحر كان عبد ربه حنين جدا معاهم، لأن اللي هتسمعه بعد كده هيكون أصعب بكتير. المهم بعد ما خلص من جثة عبير يقرر متولي إنه يوقف موضوع القتل ده تماما، وإنه يكتفي بالعلاقات الغير شرعية وبس، لحد ما نوصل لسنة 2023 يتعرف على واحدة اسمها سهير، واسم الشهرة بتاعها عزة، ودي تعرف عليها عن طريق مجموعة من القوادين. وفضلت العلاقة بينهم كويسة جدا لحد ما طلعوا على شقة زفتة وقت الفجر وهي نايمة. وبعد ما خلصوا العلاقة بتاعتهم قرر إنه يخنقها، بس سهير كانت قوية شوية فحاولت تقاومه بكل الطرق، بس برضه متولي سيطر عليها. ولأن سهير كان جسمها مليان وعكس الاتنين اللي قبل كده، فقرر إنه لازم يقطع الجثة.
ولأنه جزار وفاهم في التقطيع كويس، فكان محضر سطورين وسكينة وكان سننهم كويس جدا. ونقل جثة سهير على الحمام وقطعها لأكتر من جزء، وكل جزء حطه في كيس وفي شوال. وبعدها نزل لما الدنيا هديت ورمى الأجزاء في أماكن مختلفة. والموضوع كله ما أخدش منه أكتر من ساعتين. وفي نفس السنة اللي هي 2023 يتعرف على واحدة اسمها رضا، واسم الشهرة بتاعها منى. والعلاقة دي برضو كانت بمقابل مادي. بس في مرة من المرات هو وصاحبه اتفقوا معاها إنها تجيلهم على الشقة، بس صاحبه ما اداهاش الفلوس اللي اتفق معاها عليها. فرضا أو منى قررت إنها تكلم متولي الراجل الحقاني واللي هيجيب لها فلوسها لحد عندها. فمتولي وعدها إنه هيحل لها الموضوع ده، وإنها تعدي عليه علشان يديها الفلوس اللي اتفق معاها عليها. ويا ريتك يا رضا ما سمعتي الكلام. ولما راحت له على البيت وعمل معاها علاقة، وبعد ما خلصوا قعدت قدام التلفزيون تتفرج على مسلسل ونامت. وأول ما نامت طلع إشارب وخنق رضا، وبعد ما خنقها برضو قطع جثتها لأكتر من جزء، ونزل ووزع الأجزاء في أماكن مختلفة، لحد ما حظه المرة دي كان غير كل مرة، لأن المية في الترعة كانت قليلة جدا. وعلشان كده الأهالي لقوا الساق المتعفنة أول مرة، وساعتها الأهالي بلغوا الشرطة عشان يلاقوا بقية الأجزاء، ويتم التحريات والبحث لحد ما يقبضوا على متولي. وطبعا أول حاجة ممكن تيجي على دماغنا هو إن متولي عنده مشكلة نفسية من اللي شافه في حياته وهو صغير. لكن الحقيقة إنه مهما شاف صعب قوي الموضوع يوصل لكده. وفعلا تم تشكيل لجنة طبية لعمل تقرير طبي ونفسي عن حالته، وأثبتت اللجنة الطبية إنه ما عندوش أي اضطراب عقلي أو نفسي يخليه يرتكب جرائم بالبشاعة دي. بالعكس، التقرير الطبي أكد إنه عنده ارتفاع في معامل الجريمة، وإن متولي لما ارتكب الجرائم دي كان في كامل وعيه وبكامل إرادته. وعلشان كده تقرر المحكمة إنها تحيل أوراق متولي لفضيلة المفتي. والحقيقة إن متولي استقبل الحكم ده وهو مبسوط، وشايف إنه يستحق أكتر من كده. صحيح ممكن الإنسان يمر بظروف تخليه إنسان تاني خالص، لكن المشكلة إن متولي هو اللي اختار طريقه بنفسه، وكل اللي ماتوا على إيده ما لهمش أي ذنب في حياته اللي فاتت. ونهاية الكلام: سلام.